السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز المشاهدين، معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو والهوتس ومسائل. بنكمل الحلقة الثانية في عنوان كيفية تجنب حدوث آلام أسفل الظهر. هنتعرض دلوقتي على التمارين اللي معايا ترينر كابتن محمد عشان ازاي نحافظ على تقوية العمود الفقري والقطنية وما يحصلش الآلام والمشاكل اللي احنا بنشتكي منها. يلا بينا نشوف مع بعض بقية التمارين. احنا دلوقتي هنعمل وضع تقوية العضلات القطنية أسفل الظهر. الوضع ده هنوصفه الأول واحنا في وضع بيساوي نظرنا للأمام، مشط رجلينا المفروض قاعدين على ركبتنا، تمام. هنحاول نلمس كعب رجلينا ومشط ايدينا. نفس الوضع ده كده بالنسبة لمدة 5 ثواني 3 مرات 3 مجموعات. طب نعد كده مع بعض: 1 2 3 4 5. تمام. بعد كده بريح 30 ثانية. اوكي، ناخد نفسنا، بعد كده نرجع للتمرين كمان. اوكي، نحاول نلمس مشط رجلينا. 1 2 1 2 3 4 5. انا دلوقتي دي يا كوتش ايه يعني التمرين ده؟ تقوية الايه بالظبط؟ تقوية العضلات القطنية أسفل الظهر. عضلات القطنية أسفل الظهر. تمام. ده الوقاية لآلام أسفل الوقاية من آلام أسفل الظهر القطنية. تمام. دلوقتي نحاول نعرف للمشاهدين إن إحنا ما نريحش على رجلينا. نريح على رجلينا ده هيبقى فيه وجع للركبة. إحنا بقدر الإمكان إحنا في وضع الكسوة اللي إحنا قاعدين عمودي على الأرض ورجلينا مرتاحة على الأرض أو السرير يعني. على السرير. طبعا احنا هنا بنعملها في شازرونج عشان احنا في السنتر بتاعنا يعني. تمام. اوكي، في تمرينات تانية هنشوفها مع بعض. 3 مجموعة عشان المشاهدين يتفرجوا على الوضع الصحيح للتمرين. اوكي. احنا دلوقتي ريحنا 30 ثانية. ونرجع للتمرين تاني. اوكي، 1 2 3 4 5. دلوقتي الوضع ده بيعمل استرتش لعضلات البطن. ايوه، بيعمل تقوية لعضلات الأسفل. تمام. نشوف مع بعض تمرين تاني، يلا بينا. دلوقتي هنعمل تمرين تاني لتقوية العضلات القطنية، ده برضه للوقاية من آلام أسفل الظهر. دي تمرينات تقوية عضلات القطنية اللي موجودة عندي في أسفل الظهر. اوكي. ده وصف الوضع. احنا بننام جسمنا موازي للأرض. ايدي بشبكها تحت راسي. ايوه. بفضل ازق راسي بايدي واقوم فوق اثبت 5 ثواني. 5 ثواني ورجليا برك ورا مرفوعة، صح؟ رجلي لا مش مرفوعة. مش مرفوعة. يعني هي بس ظهري بس. ايوه. 1 2 3 4 5. نريح. ده كده الريست بين المرة والمرة بيبقى 30 ثانية. تمام. عشان بندي وقت للعضلات ان هي تعمل ريكفري. ان هي تستريح. تمام. وده التمرينات دي لو راجل سنه كبير بيعملها بندي راحة اكتر من 30 ثانية. تمام. لو واحد عنده من 40 سنة 60 سنة ممكن ياخد ريست. تمام. دقيقة ونص. تمام، اللي هي مرحلة الكهولة يعني بنسميها. دقيقة ونص من المرة والمرة. تمام. طب نعمل يلا مرة تانية كده عشان نشوف المشاهدين. مرة تانية عشان المشاهدين يتأكدوا من الوضع الصحيح. اوكي. رجلين مضمومين جنب بعض. رجلين مضمومة. بثبت ايدي تحت راسي وبقوم بزق راسي فوق. ايوه. 1 2 3 4 5. وبعد كده بنريح. اوكي، نشوف تمرين تاني مع بعض. تاني تمرين. اوكي، يلا بينا. نفس الوضع. انت بصور؟ اوكي. مع بعض. نفس الوضع. بثبت ايدي تحت صدري. ايوه. ايدي في مستوى صدري بالظبط. تمام. وبزق الارض جامد وافرد ايدي فوق واطلع. واثبت 5 ثواني. تمام. 1 2 3 4 5. وانزل نازل بالراحة خالص. ايوه. اوكي. ناخد ريست ونطلع مجموعة كمان. اوكي. عشان المشاهدين يتأكدوا من الوضع الصحيح. اوكي. ايدي مستوى صدري. وزق الارض بايدي واقوم فوق. تمام. وطبعا ظهري كله يعتبر كده مشدود، صح؟ تمام. والجسم مشدود زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تمام. ونعد بره 5. 1 2
3 4 5. دي يا كوتش إيه اهميتها ايه؟ ده بيعمل تقويات لعضلات الظهر. احنا دلوقتي بنعمل تقويات لعضلات اسفل الظهر. اسفل الظهر عشان برضك نتجنب حدوث الام اسفل ده الظهر. بيعمل استريتش لعضلات البطن برضه. تمام. يعني التمرين ده بيعمل استريتش لعضلات البطن. تمام. نشوف تمرين تاني مع بعض، يلا بينا. احنا بنحط ايدينا راحه الايد لاسفل عشان نسند على الارض. تمام. الاول نشرح التمرين ده بيعمل ايه؟ التمرين ده بيعمل تقويه لعضلات اسفل الظهر. تقويه عضلات اسفل الظهر والبطن، ويعمل استريتش للعضلات. ويعمل استريتش للبطن. نشوف كده اعزائي المشاهدين مع بعض. اوكي. نطلع فوق بوستي. ايوه. 5 ثواني. 1 2 3 4 5. وانزل بالراحه. ايوه. اروح التمرين ده ان رجلي تبقى متنيه. مش مفروضه. تمام. ملاحظ ان رجلي مفروضه متنيه زي 45. رجلين متنيه بزاويه 45 درجه. مش مفروضه. اوكي، نعملها مره كمان. تمام. اوكي. بزول الارض فوق واسبق. ايوه. 5 ثواني. 5 4 3 2 1. تمام. بالراحه. تمام. بعد كده لما اجي اقوم ما اقومش كده. طبعا غلط. احنا علمنا بقى القومه ازاي. هنقلب على الجنب اليمين. ايوه، الجنب اليمين. ايوه. تمام. تمام يا كوتش. احنا دلوقتي بنعمل، احنا خلاص خلصنا تمرينات تقويه العضلات القطنيه. هنبدا بيعمل استريتش ليها عشان لو واحد اول مره يعمل التمرينات دي بيعمل كونتراكشن للعضلات القطنيه وممكن تعمل له وجع فظيع. لو اول مره يعمل التمرينات دي يعملها اعداد كتيره واوقات كتير. ايوه. فاحنا لازم بعد ما نخلص التمرينات دي بنعمل لها ستريتش. تمام. ستريتش ان احنا بنوصل للعضله لاقصى امتداد ليها عشان نسمح للدم ان هو يتوغل داخل العضله ويعمل لها ريكفري اسرع. تمام. فاحنا هنشوف تمرين ستريتش للعضلات القطنيه. اوكي، نشوف كده مع بعض. اوكي. انا دلوقتي ببدا التمرين ان انا ساند على الارض برجلي وضع الجسور برضه. بحاول اتني رجلي تحت لورا قوي. بحط ايدي على الارض. ايوه. بنزل فوق بنزل تحت قوي لحد ما راسي تلمس الارض. يعني وضع السجود يعني. وضع السجود بس ايدي ممدوده لاقصى مدى قدام. ايوه. قد ايه يا كوتش؟ 30 ثانيه. 30 ثانيه. تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الوضع بيبقى عامل ازاي. ده وضع السجود كده بالظبط، وبنمد ايدينا وده بيعمل ستريتش لعضله القطنيه. واحنا دلوقتي هنعمل تمرين لتقويه عضلات البطن اللي ده بيساعدنا كتير ان احنا نخفف من الام اسفل الظهر. لان معظم الام اسفل الظهر بتحصل من ان هو وزنه تقيل قوي. ايوه. كرش كبير، فده بيتسبب في الام اسفل الظهر. تمام. لان اي وزن تقيل واي كرش كبير بيسبب في الام اسفل. نشوف التمرين كده يا كوتش. هنعمل تمرين تقويه عضلات البطن هيريحنا كتير في عضلات الظهر. اوكي، نعملها ازاي؟ ده وضع ايديا بيتقرب شويه بالكاميرا عشان تشوف عشان في ناس بتعمل كده بتضغط راسنا لفوق، ده بيعمل خشونه في الراس. احنا بنشبك ايدينا كده. اوكي. تمام. وبس فوق واطلع لفوق مع رجلي اليمين. هنعد 10 تكرارات. تمام. ومع رجلي الشمال هنعد 10 تكرارات. تمام. وهننزل. ماشي. تمام. شكرا، شاكرين جدا يا كوتش. ودلوقتي هنتكلم على بعض التعليمات الهامة اللي يجب اتباعها. اوكي، نشوف مع بعض. أعزائي المشاهدين، لازم ناخد بالنا جدا جدا من الوزن بتاعنا، لأن كل كيلو زيادة في الكرش بيعادل ليه 10 كيلو إجهاد على أسفل الظهر. لازم نحافظ على جسمنا، نحافظ على تغذيتنا، نحافظ على التمرينات الرياضية بتاعتنا. في الآخر أنا بقدم كل تحياتي للجميع. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسو والهوتس والمسائل. لا استفسار رجاء الاتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_الأستاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.